السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. هاتي بقى صدر فرخة وتعالي اقولك عملت البانيه الجامد ده ازاي ومن غير بيض، بتتبيلة تحفة جدا. وعملت ستريبس وعملت كمان يعني حاجات للتفريز تحفة جدا بصدر فرخة بس. تعالى اوريكي عملنا ايه. عملنا العظمة دي، شايفين الستريبس وجماله؟ فراخ يا جماعة مش عجين. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا ايه. جبت هنا صدور فراخ كاملة كانت عندي في الفريزر، وهبتدي اقطع يعني صدر الفرخة. انا عايزه اقولك اللي هو الواحد ده اهو عمل لي غدا. وكمان شلت منه يعني اللي هي الفتافيت او الحاجات اللي هي بتبقى جوه الصابع او اللحوم اللي بتبقى في العظم دي. كل ده كمان شلته تبلته، عملت منه احلى بيتزا. يعني كانت في يوم عملت منها بيتزا كبيرة جدا ما شاء الله بالفراخ. يعني عايز اقول لكم ما بفوتش اي حاجة. الحاجة اللي كده بنعمل منها طبق صدور. هوريلكم انا طلعت ايه من اللي هما كانوا بالامانة صدرين بس. انا اتغدينا، يعني احنا اتغدينا في البيت او عملت اكل للبيت بصدر واحد فقط. هوريلكم طبعا كله وهقول لكم احنا عملنا ايه. طبعا هنا كنت بخلي العظم لان كنت لسه مطلعانا مش شاريها مخلية، لا انا جايبة الصدور دي. كنت انا جايبة فراخ ومقطعاها وشيلت الصدور كده. يعني انا عايزه اقول لكم الصدر بيعمل فعلا غدوه ما شاء الله. يعني لما تجيبوا الفرخه حلوه كده محمله، تشيلوا الصدر لوحده والوركين بالحوايج بقى بالاجنحه بالحاجات بتاعتها، يبقوا ايه يوم تاني لوحده خالص. شيلنا دي. انا طبعا مش هسيب العضمايه كده، لا ده انا بقول لكم مش هخلي فيها فتفوته. مسكت اول صدر كده قطعته صوابع. ليه؟ هنعمل بقى شوية ستريبس حلوين جدا. انتوا عارفين الاسعار يعني الستريبس بكام وبتاع الشركات. عايزة اقول لكم حاجات مش مضمونة. انتي هتعملي اكتر من كيلو، يعني الكيلو ده ما يجيش في حاجة، الكيس ده ما يجيش في حاجة. بالصدر واحد، صدر واحد ستريبس هتعملي كمية كبيرة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا بنات. وإن شاء الله تستفيدوا من الفيديو. وإيه رأيكم في نوعية الفيديوهات الموفرة دي؟ كده عندي الصدر اهو. يعني انا شايفه ان هو بسم الله ما شاء الله تخين، فهاخد اتنين كده. هجيبه اتنين عشان اعمل ايه الصوابع برضو تبقى لا هي تخينه ولا هي ايه رفيعه. انا عايزه الصبع يبقى متوسط كده وحلو. السكاكين بصراحه كانت مضايقاني لان السكاكين بتاعتي ما عادتش حلوه، وعايزه اشتري سكاكين. ادعوا لي بقى اما ابقى اخرج ابقى افتكر اجيب سكينه واحده حلوه كده. المهم كده عملت زي ما انتوا شايفين الصوابع علشان ايه نتبلها ونظبطها ونعمل تتبيله كده يكون ايه خفيفه وحلوه. وقطعت كده الصدر الشرايح البانيه بتاعتي وظبطت كل حاجه. يبقى انا طلعت من الصدر واحد، عملت طبق اللي هو ستريبس، وعملت طبق ما شاء الله البانيه ده كميه على فكره مش قليل. وطلعت الطبق الفايبر الصغير ده هتستعمليه بقى، ممكن تعملي بيه مكرونه نجرسكو، ممكن تعملي منه بيتزا، ممكن تعملي منه سندوتشات شاورما. يعني ممكن تعملي منه اي حاجه تتخيلها بالطبق الصغير ده عشاء. هنا التتبيله كده بشرت بصلتين حلوين. انا مش عاوزه بصل كتير اصلا، يعني فاهمين؟ انا عاوزه طعم البصل بس، ويا ريت كانت ميه البصل بس انا بحب احط البصل كده بصراحه. وبرده طعم الفلفل الفريش الطازه. وحطيت جنزبيل وحطيت قرفه وحطيت فلفل اسود وحطيت كمون. حطيت هنا 5 معالق كده من اللبن. والطماطم طبعا بشرتها برضو مع البصل. وقلبت كل ده وخل وليمون يا بنات. ونقلب كل ده كويس قوي مع بعضه. عايزه اقول لك تتبيله تحفه 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 ووهميه. جربيها كده لو هتعملي اي مشويات اي تتبيلات للفراخ. تتبيله تحفه. ومش محتاجه زبادي ولا اي حاجه لان كده كده الحليب بيعمل زي الزبادي. انا برضو تبلت الحاجات دي. لو انتي مثلا بتعملي قبلها بيوم عادي، بس كده كده هي مش تخينه قوي وهتتبل معايا. يعني انا عملتها كده وركنتها ساعه ورجعت اشتغلت طبخت منها يعني على طول. يعني ركنت كده الحاجات دي ساعة بعد ما تبلتها واشتغلت منها على طول. كده تبلت معايا البانيه اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين.
وقطعته، ولو كان معايا السكينه برضو بيرفكت قوي كنت قطعت بانيه اكتر، يعني اكتر من كده كمان. بس انا فعلا بحب البانيه مش رقيق قوي. يعني لو هتلاحظوا انا ما بحبش قطعه البانيه اللي هي الضعيفه قوي قوي دي، لا بحب البانيه مليان شويه، بيبقى فيه لحم كده، وانت بتقطمي كده تحسي ان انت بتاكلي فراخ بعد التحمير، لان الرقيقه قوي بتنشف ومش بتبقى ظريفه. هنا هاخد بقى كل كميه الاستريبس معايا، وقلبتها كده في الخلطة دي بقى باللبن بالبصل بالفلفل بكل البهارات دي، وهزود كمان عليها شوية بهارات علشان ايه تظبط الدنيا معايا. هنا طبعا كملت كده تتبيلة الاستريبس معايا، شلت دي كده لقيتها عريضة قلت لا دي تبقى بانيه، وكملت هنا ايه الاستريبس معايا. حطيت كده فلفل اسود زي ما انتوا شايفين، وهزود ملح ومعلقتين كده حليب او لبن، يعني زي ما بتسموه بقى، علشان ايه يبقى الطعم قوي، لان انا برضو خدت النسبة الاكبر في التتبيلة في البانيه، فحبيت كده ازود الطعم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الكمية؟ كمان اما نعمل لها الكفر هتزيد معايا قوي. سبتهم كده يتبلوا براحتهم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سبتهم كده بقى يتبلوا، وقلت اعمل ايه بصلايه حلوه كده في قلب الحله، ونعمل ايه شويه رز بالزبيب كده مسكرين وجمال وزي الفل، ونحمد ربنا شويه الرز. وكمان هنعمل صدر بانيه. عندي هنا برضو البصلايه حطيتها كده تصفر، وقمت ضايفه عليها ايه جزريه مبشوره، حاجات بسيطه خالص والله، بس فعلا طعمها تحفه جدا. وبالرز المصري عادي، عملنا الرز المصري زي البسمتي. ضفت كده زي ما انتم شايفين معلقه السكر دي، بتخلي البصل مسكر كده والجزر وطعمهم جميل. حطيت معلقه صلصه، وحطيت الميه، وحطيت بهارات من بتاعه الكبسه، وحطيت ورق لورا، و سنه زعفران، وشويه كده كبشه كبيره كده من الزبيب. شايفين وانا بحط كده كتير ما شاء الله، بيبقى ايه طعمه جميل جدا. وبسم الله ما شاء الله حطيت الرز كده بسم الله، ونزلت بالرز بتاعي بسم الله ما شاء الله زي الفل. شايفين اللون اصلا ايه بيبقى تحفة، والزبيب كده مع البهارات مع الخلطة بتديله طعم زي الفل. ظبطت الحياء او الملح بتاعي، ملوش دعوة بالسكر اللي انا حاطاه خالص. هنا بقى هنيجي بقى لخلطة البانيه. خلطة البانيه عندي حطيت كريسبي، وحطيت بقسماط، ومعلقة دقيق، ومعلقة نشا. وحطي بقى اي بهارات انت بتحبيها. حطيت كده شوية ملح عشان برضو ما يبقاش عادب، ما انت ممكن تاكلي من جوه هتلاقيه مظبوط، من بره هتلاقيه عادب. فظبطي كده. دي معلقة سمسم، معلقة فلفل اسود. هتقولي لي سمسم، هقولك السمسم جميل جدا ومفيش بيض خالص. انا بطلعه من الخلطة بتاعة اللبن كده والبصل والحاجات دي، بشيل البصل كمان من عليها زي ما انتوا شايفين، وادق عليها كده بقى بايه بالمعلقة كده بالبقسماط. اضغط عليها كده بالمعلقه لحد ما الكفر يمسك فيها ويبقى زي الفل. والله قليها على طول، يعني مش هقولك ان انا ركنتها في التلاجة ولا حاجه علشان الكفر يبقى ماسك عليها، لا قليت على طول. شايفين بتاع الكيس اللي معايا، كيس بقى او صينيه عندك، انا فردت كيس كده من بتوع التلاجة، وبقولكوا اتفضلوا شاي. كنت بشرب شاي لان ده كان يعني صحيت من النوم على اللي طبيخ على طول بصراحه. يعني اللي عنده طفل رضيع صغير وكده يعني الله يكون في عونه. ادعوا لبنتي بالشفاء يا رب، كده يشفيها ويعافيها ويصرف عنها. والله بنتي التانية كمان تعبت، فالحمد لله على كل حال. ادعوا لنا ان ربنا يشفيهم ويبارك فيهم كده، بس مش عاوزة اكتر من كده، دعوة حلوة. المهم بدأت اقلي هنا زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. شايفين بقى شكله ولا طالع الكفر من عليه مقرمش جدا، الطعم تحفة. دي كده نطرة جنزبيل بودر زي ما انتم شايفين. وهحط هنا شوية ملح وفلفل اسود، وهحط معلقتين دقيق بشوية مية كده هدوبهم في الكوباية دي. هتقولي لي ليه؟ هقولك هحطها على الاستريبس ببصله ببعضه زي ما انتم شايفين، نحطاله كده الحاجة بتاعته. ودي كمان خلطة الدقيق عليها نفس البهارات. هقسم بقى البهارات اللي في الكوباية دي، شوية على الدقيق وشوية على الدقيق اللي انتوا شايفينه في الكوبايه ده. هزوده ميه بقى، هملى عليه ميه كده واحطه على الاستريبس. شايفين هنا البانيه بتاعي مقرمش وناشف وجميل ازاي، وده الاستريبس اهو معايا.
هنا قالت البانيه لان مش هناكل اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله، عامل قطع جميله معايا، بسم الله ما شاء الله، وكتيره يعني. اللهم صل على النبي، احنا 5 افراد، كان مأكلنا حلو جدا ما شاء الله. بسم الله. كده كنت بعمل الستريبس، ببدأ اطلعه بقى من الخلطة اللي هي فيها الدقيق والبهارات اللي انا عملتها قدامكم في الكوباية دي. عملتها زي النشا كده ودوبتها في مية، بطلعها منها احطها ارميها كده في الدقيق واقلبها كذا تقليبه، وهي اصلا بتعمل التعريجات اللي هي بتعملها دي، وهوريلكوا شكله دلوقتي وصل لحد فين. انا مش هستعمل الستريبس ده يا جماعه، انا هفرزه في الفريزر زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين بقى جمال الرز بتاعي ولونه جميل تحفه جدا. عملت طماطم كده مخلله جنبه وبس، وكان هو ده الغدا، الرز والبانيه بصراحه، وحته مخلله بقى كده وزي الفل. نعمة من ربنا واكلة جميلة. وشايفين هي صدر فرخة واحد، عملت غدا ل5 افراد، وده غدا يوم تاني خالص بالصدر التاني. يعني منتهى الاستثمار في الاكل او في الفراخ بصراحة. يبقى انت بتاكلي فراخ كام يوم وفي نفس الوقت بحاجات بسيطة. شوفوا انا عاملة هنا دورين، وهوريلكم ان انا عاملة ده دورين. الصينية دي معمولة ستريبس دورين، بسم الله ما شاء الله، اكتر من كيلو. وحمرت منه كذا واحدة كمان لابني، كان طلب مني ان انا ادوقه له، وعملت له منه فعلا تحفه جدا. وطلعت واحده كده بوريها لكم وانا بشتغل فيه. فالحاجه في البيت نظيفه ومضمونه. انا بصراحه عمري ما جبت بتاع الشركات، ولا عمري دخلته بيتي بصراحه الاكياس الجاهزه دي غير مره واحده، ولقيته عجين بصراحه، ما لقيتوش فراخ خالص. فمن يومها خلاص يعني بطلت ان انا اشتري اي حاجه من المصنعات دي، وبخاف منها قوي. مش عارفه يعني انا اللي كده لوحدي ولا انتوا كمان. بوريلكوا الصوره دي، البانيه من جوه خرافه بالامانه يعني. وده الاستريبس، شايفين بسم الله ما شاء الله. كده يتحط في الفريزر على التحمير على طول. ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم على فيديو جديد. مع السلامه.